هذا بدعة قال قد تصوم. إنه يصفحهم على وجوه. إيه نعم. نعوذ بالله. وإذا الفتى قد نال علما ثم لم يعمل به فكأنه لم يعلم. يا من تقاعس عن مكارم خلقه ليس التفاخر بالعلوم الظاهرة. من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة. خايف من هذا ولا المشاكل الظاهرة والشكليات وغير ذلك وتميقات الكلمات يظن بأن هذا هو العلم. العلم هنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. بالكتاب مقيد بالكتاب. يظهر له الحكم رضي الله عنه فلا يلتفت إليه إلا إذا أتى مشفوعا بدليلين من الكتاب والسنة. هناك يقول ما أنزل الله من علم إلى الأرض وجعل إلى الناس إليه سبيل إلا ورزقني الله منه حظا. أي علم تكلم فيه الناس عنده حظ منه. واتقوا الله ويعلمكم الله. صدق الله العظيم. اتق الله ترى عجبا. كل علم يتكلم فيه الناس يتكلم معه. ويقول أي علم نزلت إلا وجعل حظا منه. ما شاء الله لا حول ولا قوة. هذا الذي يخدمه إبليس 20 سنة ولا يجد لحظة واحدة يدخل إليه منها ريبة أو شك أبدا. الأولياء محفوظون. حاول وادخل في صفة فقير مرقعة ادخل وابقى 20 سنة. قال ونجد أن أنصرف عرفتني قال ما خفي علي أمرك يا عدو الله منذ دخلت ولكن أريد أن يشقيك الله ويتعبك. قال ما رأيت من على قدم هو على قدم. قال هذا يا عدو الله تريد أن تلقي في العجب. ربنا هو الأرض هو اللي يحفظني. ما عندك مادة لا مش روح خائبة. رجال يا سيدي. ولي إذا كانوا متمسكين بالشرع ولايتهم مبنية على أهل ما يخافوا أبدا. ما يخاف. الإمام الشيخ العبقري الجيلاني رضي الله عنه ماشي في المنظمة في السياحة نتاعو وإذا بذلك الظلام ينقلب نورا وإذا بالنداء يا عبدي عبد القادر يقرب. يا عبدي عبد القادر يا عبدي عبد القادر افعل ما شئت فقد أبحت لك المحرمات. اخسأ يا لعين قال يا ربي اخسأ يا لعين. ينقلب ذلك النور ظلاما ويهبط صوت الخنزير بين قال إبليس لعنه الله. قال غلبتني بعلمك يا عبد قال بعلم الله. يقول لها كيف فكر سيدنا رضي الله عنه كيف أبحت لك المحرمات محرمين والقيام. كل من نكر على شيء فهو محروم. نعم أعوذ بالله. الإنكار إياكم والإنكار. نعم مشكلة. سلم وسلم للرجال في كل حال واسلم لي الأمور واعلم بأنني أصرف أحكامي وأفعل ما أشاء. هذا على جدل يقول الشيخ على جدل الكعبة مكتوب تفكر جميلي فيك إذ كنت نطفة ولا تنسى تصويري لشخصك في الحشر وكن واثقا بي في أمورك كلها سأكفيك منها ما تخاف وما تخشى وسلم لي الأمور. سلم لله في كل حال. وهذه صنعة ربي وخلقة ربي احترمها لأنها مخلوقة ربي. من هذا وبعدين هناك أدب وهناك أخلاق وهناك مرة كان الشيخ العقرجي رضي الله عنه يدرس في القضاء والقدر كيتكلم رضي الله عنه ما شاء الله مملوء المسجد بالخلق ويدخل واحد تنين أعوذ بالله ينفخ النار وتهرب العباد كلها ما بقى حد. هو قاعد يدرس كما هو ما تغير كلامه وجادك دار عليه كل ودار عليه كل ودخل في ثيابه ما تعثر الغلب خلاص. لماذا فر الناس؟ قال ما أنت إلا دويدة يحركك القضاء والقدر الذي أتكلم أنا فيه. يا دويدة وماشية يا دويدة التبديل مدويدة دودة صغيرة دودة يا حسراوي. أولئك هم الراسخون رضي الله عنهم. ما شاء الله. سيدي علوي الله يرحمه سي محمد يحكي على واحد من العطاس كان من الأولياء الله ويزوروه الناس وهم ما يخرجوا لها الجمعة وما يخرجوا لها. جاء واحد قال من هؤلاء المتشرعين. كيف معنى المتشرعين؟
وقال لي انا جيت عندك اليوم وناكل معك الغداء في الجمعه وتخرج معي. ودي قال لي انا معذور، وقال لي لابد حقي عليك. اي استجاب له وخرج معه. حين وقفوا على باب المسجد يقول الشيخ السمعان الله يرحمه يعني ابيك شوف لي ثاني هو كما ذاك الوالي هذا، شوف الخلق شي صورة حية، شي صورة ديك، شي صورة غراب، خلاص ما تعاود تجيك على يعني باش نشوف باش نسوي السلم يعني باش تخليني في حال. ما شاء الله شوف. وهكذا تجد في القرآن الكريم فمثله كمثل الكلب. ويشوف هكذا كمثل الحمار يشوف هكذا. ها؟ يقول كان قرأ الذكر يشوف هكذا. الحية الشيخ إسحاق يقول في سيدنا وترى الجبال يحسبها جامدة وهي تمر ورا السحاب. ما شاء الله. الشيخ إسحاق كان شيء عجيب. الله ما شاء الله. ما شاء الله كان شيء كبير. ها؟ العشق ما أحلاه، ما أحلى عشقه. لو كان عارف لنا عشقه لا إله إلا الله. لو كان عارف لنا عشقه لا إله إلا الله.